السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة معاكم أمنية يحيى بفكرة فيديو جديدة. هنعمل فكرة ترندي هتبقى جدا، وفكرة جديدة ما شفتهاش على اي قناة قبل كده. مش عايزة انسى ان انا اقول لكم اللي لسه ما اشتركش معانا في القناة يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس، والمشترك بالفعل يعمل شير ولايك للفيديو علشان القناة بتاعتنا تكبر بيكم. طبعا النهاردة بقى الفكرة الجديدة اللي انا جاية اقول لكم عليها. هي فكرة الحقيقة انا ما شفتهاش على اي قناة قبل كده. فكرة ايه يا امنية اللي انتي هتعملها لنا؟ هنعمل سلسلة نضارة بسلسلة. يعني ايه سلسلة نضارة نازل منها سلسلة نضارة؟ كانت اتعملت قبل كده افكار ان سلسلة النضارة ممكن تتلبس كسلسلة كأنسيال كأي حاجة. لا، هي هتبقى سلسلة نضارة راكبة في النضارة بتاعتك علشان تخلي شكل النضارة بتاعتك شيك، وكمان في نفس الوقت وانتي لابسة سلسلة النضارة هيبقى نازل منها سلسلة بتتقفل بقفل. الفكرة الحقيقة دي جديدة وانا جت في بالي الحقيقة، والحقيقة يعني اصلا مش في بالي انا لوحدي. صاحب الفكرة اصلا هو جوزي، وانا قاعدة بقوله انا عايزة اعمل فكرة جديدة، وكنت بقترح عليه كده حبة افكار كده كانت في دماغي ان انا اعملها لسلسلة النضارة. فقال لي طب ايه رأيك تعمليها ان هي تنزل منها سلسلة؟ فالحقيقة قلت طب ايه رأيكم اجرب. جبت الخامات بتاعتي وقلت افتح الكاميرا عشان اصور معاكم، وقلت اجرب بقى كده معاكم وهي هتطلع شكلها عامل ازاي. انا ما عملتش الفكرة دي قبل كده، حتى ما جربتهاش مع نفسي، وقلت هجربها معاكم في الفيديو ده علشان نشوف هي هتبقى عاملة ازاي وشكلها هيبقى عامل ازاي. تمام. دلوقتي بقى هنستخدم ايه مع بعض؟ طبعا معانا الادوات بتاعتنا، ومعايا الواير بتاعي، ومعايا خرز المرمر دوت اللي هو مقاس 6. ده خرز المرمر مقاس 6 لونه كده بيربل. ومعايا كمان خرز مرمر اللي هو مش خرز المرمر، خرز المية مقاس 4. تمام. وطبعا معايا الدلايتين الاكريليك اللي هم على شكل ستار دولت. لونهم بيربل، برضو بيربل فاتح في غامق كده. معايا طبعا جلدة النضارة، ومعاها السلسلة الستانلس دي حوالي 3 سنتي. يعني انا قطعت 2 كده حوالي 3 سنتي معاهم، مع سلسلة جلدة النضارة حوالي 5 سنتي. معايا لعبتين معدن اللي هم على شكل شجرة. معايا الفواصل المعدن ودي بتتجمد بالجرام، فهو فاصل كده يعني معمول شكل سداسي. تمام. معايا ايه كمان؟ معايا برضو اللعبة اللي هي على شكل ورقة شجر دي برضو معايا النهاردة. ومعايا دي هتنزل من السلسلة دي، الفكرة اللي هي جايالي. معايا طبعا الستوبر وكفر الستوبر والقفل البغبغان. ومعايا كمان الزرد بتاعي مقاس 6، وكمان جايبة الزرد الصغير اللي هو مقاس 4. تمام. وهنشوف بقى كده الفكرة بتاعتنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي. دي السلسلة برضو استلس معايا اهي، قلت علشان لما ازود بيها السلسلة بتاعت النضارة هي بتبقى حوالي 70 سنتي. وطبعا المتر بتاعي اللي ما بنستغناش عنه ابدا. عندك بقى متر، عندك مسطرة، اللي انتي عايزاه تستخدميه. تمام. طيب بقى هنبتدي دلوقتي. هنعمل ايه بقى لما هنبتدي؟ انا دلوقتي همسك كده اللي هي جلدة النضارة بالسلسلة، وهحطها دي حوالي 5 سنتي. هيبقى عايزة اشتغل معاها مادام 5 سنتي، هبقى حوالي عايزة اشتغل 25 سنتي مثلا من ناحية اليمين، و25 سنتي من ناحية الشمال. تمام. هيبقى كده 30 من هنا و30 من هنا، هيبقى يتفضل بالظبط 10 سنتي. ده اللي انا هزودها بالسلسلة الستانلس اللي معايا من ورا. تعالوا بقى نشوف كده لما هنشتغل ازاي وهنعمل ايه. هنمسك بقى دلوقتي الواير بتاعي. تمام. الواير ده انا هشتغل بيه خرز بحوالي 25 سنتي. طيب الخرز بقى اللي انا هشتغله بالواير ده، انا بخلي الواير كده في البقرة بتاعته، وبثبته كده في الفتحة بتاعتها علشان ما يكرش مني. تمام. وهشتغل. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ انا هعمل دلوقتي ان انا هاخد الخرز بتاعي اللي هو المية،
وهقسمه هطلعه من الفرع علشان الضمه في الواير بتاعي. تمام. طبعا انا فصلت اهوت الميه بتاعتي اللي هو الخرز الميه، طلعته كده من الفرع، طلعت حبه وماسكه الواير اهو بتاعي. تمام. وهو في البقره بوريكم. طبعا اللي بيشتغل جديد او عايز يشتغل شغل الخرز يا جماعه شغل حلو جدا وممتع كده. دلوقتي انا بعمل ايه؟ هاخد خرزتين غامقين من البيربل اللي هو الغامق ده، هدخلها جوه الواير. تمام. ويا رب بس يكون التصوير كويس وشايفين كويس. وواحدة فاتحة كده في النص، وهحط 2 غامق كمان بعديها. يعني انا هعمل فواصل، كأني هعمل فواصل ما بين الخرز بالغامق والفاتح. تمام. يبقى اول 5 هدخلهم 2 غامقين وواحدة فاتحة و2 غامقين. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هو طبعا هيبان الشكل لما ندخل بقية الخرز. بعد كده هدخل ايه؟ هدخل لا 2 فاتحين بقى وما بينهم واحدة غامقة. تمام. و2 فاتحين. يعني انا بعمل 5 و5، 5 غامق وسطهم فاتح وايه و4 فاتح وسطهم غامق، علشان يديني كده ماتشنج حلو كده وشكل حلو ايه في السلسله. طبعا بقى انتي حكايه الخرز وان انتي تنسقيه ده دي حاجه بتاعتك انتي وذوقك انتي. عايزه تشتغلي بالخرز ده تمام، عايزه تشتغلي بالتفسير، عايزه تشتغلي بالعقيق، احنا بنشتغل بكل الامكانيات الموجوده، وطبعا كل حاجه بيبقى ليها سعرها. تمام. انا هبتدي بقى ان انا هلضم اهو كده الخرز بتاعي في الواير. واللضم ده بيبقى سهل جدا ومش بياخد حاجة. طبعا انت عايزة تلضمي كده زي ما انا بعمل دايما، زي نظام ايه، حتى لو هلضم عشوائي بلضم عشوائي كده بوضبه انا وبظبطه، او ان انت هتلضمي كده زي ما انا بعمل بالترتيب معين، او ان انت يعني ايه ده بقى ايه على حسب ذوقك واختيارك. تمام. هنلضم اهو الفرع زي ما احنا شايفين بنلضمه ازاي. كملت لضم اهوت. بصوا لحد ما وصلت لايه، للطول ده. يعني بصوا الطول ده كده حوالي مثلا 20 سنتي او 19 سنتي. تمام. طب هعمل ايه بقى تاني؟ هحط خرزاية كده غامقة. تمام. وهحط الستار بتاعتي اللي هي الاكليريك دي اللي انا جايباها اللي لونها بيربل فاتح. يا جماعة الحاجات دي حلوة جدا في الشغل. وهحط واحدة تانية غامقة برضو ما بين الستار كده، ان هي بصوا تبقى عاملة شكل معاها حلو كده. وهعمل ايه تاني؟ هفردها بقى كده وهقيسها، هشوفها هي دلوقتي كده بقت كام سنتي، عشان هقفل على كده على طول ولا هعمل ايه. دي كده معايا 23 سنتي، يبقى انا لسه فاضل لي 2 سنتي. تمام. طيب ال2 سنتي دولت انا هعملهم ازاي؟ هحط كام واحدة خرز كده قبل ما ايه اما اقفل الواير بتاعي واركبه في السلسلة. طبعا عايزة تخليها 23 وتركبيها في السلسلة، مش هتفرق بالاتنين 3 سنتي دول. تمام. الطول طبعا انت بتستخدميه هو في ستاندر لسه نازل اللي هي بتبقى من 70 ل 75 سنتي. لو انت حابة ان انت تعمليها اقصر من كده او اطول من كده او زي ما انت حابة بتعملي، بس هو ده الطول المظبوط لسلسلة النضارة علشان شكلها يبان تمام من جوانب النضارة من الاتنين، وتبقى مريحة مع الشخص اللي لابسها. دلوقتي انا ابتديت اهو احط كفر الستوبر. تمام. وهحط بقى الستوبر نفسه وهقفل الخيط بتاعي. طبعا انا هعمل لكم فيديو مفصل كده لان احنا ازاي بنقفل الستوبر وازاي بنقفل المسامير وازاي بنفتح الزرد وبنقفله. طبعا الفيديوهات دي انا هعملها للمبتدئين اللي لسه مش عارفين شغل الخرز بيبتدي بيتقفل ازاي وبيتفتح ازاي. واشتغلوا معانا كده واحدة واحدة هتلاقي نفسك ان انت ايديكي بتمشي مع الشغل. يعني انا اول ما ابتديت شغل غير دلوقتي، واكيد برضو في حاجات ناقصاني دلوقتي، واكيد ان انا من كتر ما انا بشتغل بكتسب خبرة وايديا بتتعود على حاجات معينة وبظبط حاجات معينة. يعني انا دلوقتي منكرش عليكم انا عايزة اجيب
زرادية تانية جديدة كده بتبقى معكوفة وبتبقى حلوة، دي بتسهل علينا جدا في قفل الزرد وماسك ال الخيط بتاعي والكلام ده. بس الحقيقة لما نزلت كذا مرة اجيب خامات ما لقيتهاش، لقيت نفس الزراديات اللي عندي، وانا حابة ان هي تكون الزرادية التانية دي جميلة جدا وبتبقى حلوة قوي في الشغل، وبتخليكي كده ايه تعرفي تمسكي الحاجة حلوة، ولو في حاجة ضيقة عايزة تقفليها من جوه كفر الستوبر كده بتقفليها. اهو بقفل الزردة. اهم حاجة يا جماعة تقفلوا الزردة كويس جدا وتتأكدوا ان هي قفلت كويس. تمام. واي زيادات بقى من التانية بتاعت الواير بتاعك نشيلها. اهم حاجة تنظيف الشغل بتاعنا. طول ما انت شغلك نظيف وتقفيلك نظيف هتلاقي نفسك زبونك هيبقى حابب جدا انه يجيب منك، ويبقى شغلك قريب جدا من الجاهز. الناس دايما بتروح للجاهز عشان ارخص، بس شغل الهاند ميد بيبقى اغلى لان هو بيبقى احنا كل التفاصيل بنعملها بايدينا. فبيبقى احسن، وده ليه ناس والحقيقه، وليه الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي الهاند ميد المعموله مخصوص دي، اللي مش منتشره ومش موجوده في السوق. تمام. وكمان اللي بيميزك بقى عن غيرك زي ما قلت التقفيل. التقفيل يا جماعه مهم جدا. الناحيه التانية اهي انا بقى بسيب كده حوالي 3-4 سنتي، وعلشان احط كفر الستوبر من الناحيه التانية والستوبر، واقفل كده الجزء ده من سلسله النضاره. طبعا انا هقفلها. تمام. وهعمل الجزء التاني اللي هو هيبقى ناحيه اليمين بقى وناحيه الشمال، هما الاتنين كده كده واحد. هعملها وهرجع معاكم تاني نشوف بقى بقيه افكارنا وبقيه ان احنا هنركب الشغل ازاي. تمام. دلوقتي اهوت انا عملت الفرعين، كل واحدة فيهم حوالي 25 سنتي. تمام. اهو زي بعض بالظبط. بصوا شوفوا الشكل عامل ازاي بالستار المحطوطة، شكلها حلو قوي. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هجيب زرادية اللي هي صغيرة مقاس 4. انا بحب اشتغل جدا لما باجي احط مثلا سلسلة مع كفر الستوبر او الكلام ده بالصغيرة دي، عشان بحس انها بتكمل السلسلة كده ومش بتبان في الشغل ان انا ايه مركبة حاجات في بعضيها. بحطها كده اهو في السلسلة معايا، السلسلة اللي هي فيها جلدة النضارة، وبحطها ايه في كفر الستوبر اللي انا حطاه. تمام. اهو بحطها كويس جدا. طبعا نخلي بالنا لان هي ال الكفر ستوبر رفيع قوي وهي بتبقى محملة اصلا، فبيدخل بقى ايه ندخله كده ايه بالراحة زي ما احنا شايفين، ونقفل الزرادية كويس قوي علشان الشغل بتاعي ما يفكش. اهو بالمنظر دوت كده. تمام. وهعمل برضو الفرع التاني نفس الطريقة، وبرضو بندخل فيه الزرادية مع بنشبك بقى ما بين السلسلة وما بين اللضم اللي احنا عملناه الخرز بتاعي. تمام. الموضوع يا جماعة سهل جدا وبسيط وحلو قوي، ويا رب الفكرة بتاعت النهاردة تعجبكم. ولو وصلتي للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع واكتر الناس تشوفه. و يعني ايه بتاعتنا كده تكبر بيكم وتشجعونا ان احنا نعمل لكم افكار كتير جدا نعرضها عليكم. وطبعا اللي عنده اي كومنت يا ريت ان هو يبعت لي كده في الكومنتات، وانا هرد عليه باي استفسار هو عايزه. تمام. او اي فكرة عايزنا ننفذها، وان شاء الله ننفذ لكم افكار كتيرة جدا تاخدوا منها افكار كتير لشغلكم ان شاء الله. ادينا كده قفلنا الفرعين. تمام. هوسع كده بقى ايه الخرز بتاعي كده على جنب اهو. الفرعين كده اتعملوا. هعمل ايه بقى؟ هجيب بعد كده انا بقيسهم، انا كل شويه طبعا بقيس شغلي علشان اظبط القياس بتاع شغلي واعرف بالظبط الباقي هيبقى ايه. خلاص انا بقيس اهو السلسله بتاعتي كويس جدا. بعد بقى ما قست الشغل بتاعي هجيب اهو السلسله بتاعتي حوالي 10 سنتي. تمام. وانا ممكن هخليها اكبر من كده شويه، يعني تبقى حوالي دلوقتي كده انا معايا دي 30 سنتي ودي 30 سنتي، هبقى عايزه حوالي 10 من 10 ل 15 سنتي. تمام.
انا قستها يعني هي حوالي مثلا 15 سنتي كده او اكتر شوية. هفتح برضو الزرط بتاعي وهبتدي ان انا اركب السلسلة دي بقى في الطرفين بتوع الخرز بتوعي اللي من الناحية التانية. تمام، علشان كده اقفل سلسلة النضارة بتاعتي. ده كده هيبقى اول جزء خالص في الفيديو بتاعنا، اللي هو ان احنا بنعمل سلسلة نضارة عادية. يعني انت خلاص كده عايزة تعمليها سلسلة نضارة عادية كده بس، خلاص كده يعني انت كده قفلتيها وبقت سلسلة نضارة شكلها حلو جدا ورقيق جدا وشيك جدا. تمام. انا دلوقتي اهو بركب بقى الفرع التاني برضو في السلسلة، علشان اكون كده قفلت سلسلة النضارة بتاعتي. تمام، وهبتدي بعد كده بقى ايه، هنشوف هنكمل بقية الفيديو ازاي وهنركبها. ونعمل بقى فكرة السلسلة اللي نازلة، النيكلس اللي نازلة من سلسلة النضارة ازاي. يا رب الفكرة تعجبكم وتبقى أفكارنا جديدة وتبقى مش موجودة في أي مكان تاني. بوريكم اهو سلسلة النضارة بقى شكلها عامل ازاي. بصوا شكلها رقيق جدا واتعملت بطريقة سهلة جدا. طيب انا كده خلاص خلصت سلسلة النضارة. انا حابة كده ان انا اعمل فيها حبة شغل كده بسيط قوي قوي. يعني انت حابة ان انت تخليها كده بالسلسلة خلاص، مش حابة انتهى الموضوع. بصوا انا كل شوية بقيس علشان شغلي يبقى مظبوط بالسنتي، يعني ما يبقاش فيه اي مشكلة خالص. ما تبقاش الحاجة بعد ما اعملها الاقيها قصيرة والكلام ده. دلوقتي بقى اهو انا سلسلة النضارة اهي خلاص اتعملت. تمام. هنشوف بقى دلوقتي هكمل ازاي. انا هجيب السلسلة بقى الستانلس بتاعتي علشان ابتدي انزل من سلسلة النضارة بتاعتي فكرة السلسلة اللي انا عايزاها. انا هاخد كده 10 سنتي من السلسلة الستانلس، هاخد منها حتتين، كل حتة 10 سنتي. قطعت اهو، بقطع اول 10 سنتي. طبعا السلسلة الستانلس دي عشان محملة وما فيهاش فتحات، فما يعني بتتقص بالقصافة. واديني اهو ابقى قطعت الحته الاولانيه 10 سنتي، فالحته التانية هقطعها على نفس الطول اللي انا قطعته علشان يبقوا الاتنين قد بعض بالظبط. تمام. اهم يا جماعه من الشغل تنظيم الشغل وترتيب الشغل. تمام، ده حاجه مهمه جدا. ادينا اهو جبت فرعين قطعتهم كل واحد 10 سنتي. هجيب بقى الزرادية الكبيره بتاعتي اللي هي مقاس 6. دي هجيبها وهفتحها علشان اركب السلسلة اللي هي 10 سنتي دي في سلسلة النضارة، واحدة يمين وواحدة شمال. خلاص اهو خدت السلسلة ركبتها دخلتها في الزرادية. هاجي بقى ايه، هعدي كده 5 من الخرز بتاعي و5 تانيين الفاتحين واحطها في ايه فيها. يعني انا بجيب كده بعد يعتبر ايه 10 سنتي بحط السلسلة بتاعتي 10 سنتي علشان خاطر تنزل السلسلة بتاعتي كده من قدام سلسلة النضارة. هفتح اهو الزرادية التانية علشان احط من الناحية التانية. بصوا انا يعني ايه مبطئه الفيديو ومشغلاه واحده واحده كده وبتكلم معاكم واحده واحده علشان كل التفاصيل الصغيره دي تاخدوا بالكم منها ونشتغلها مع بعض كويس جدا، عشان اللي عايز ينفذ نفس الموديل يمشي معايا خطوه خطوه، ما يلاقيش ان في حاجه ناقصاه او حاجه هو مش فاهمها دي اتعملت ازاي. يا جماعه انا بعمل فيديوهاتي كلها بالتفاصيل كده علشان اللي قدامي يفهم. الهدف من القناة ان انا بعلمكم ازاي ان انتوا تعملوا اكسسوارات وتنفذوا الافكار اللي بتيجي قدامكم، والاخطاء اللي انا بغلطها ما بشيلهاش كمان في المونتاج علشان خاطر لو حد قابله نفس الغلط اللي انا غلطته يتعلم منه. دلوقتي اهو انا حطيت السلسلتين والاتنين قد بعض وكل واحدة 10 سنتي. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ هعمل السلسلة التانية ازاي بقى؟ بقية السلسلة نيكلس اللي هي هتبقى موجودة على صدرك، اللي هي هتنزل على الصدر بقى. ده كده هي البداية. خلاص هبتدي في فرع منهم هحط قفل، وفي الفرع التاني هركبه في السلسلة عادي. ان انت ممكن ايه تلبسي السلسلة عادي، وممكن ان انت لو حابة ان انت تشيليها، حابة ان انت بقى تشيليها تفتحيها بالقفل بتاعك. تمام، هتسهل عليكي اللبس والقلع
علشان ما تحسيش ان انا بلبس مليون حاجة في رقبتي والحاجة دي مفتوحة او مقفولة على طول، فبخليكي تاخدي المدى بتاعها. تمام. بجيب بقى اهو الزرادية بتاعتي خلاص مقاس 6، وبفتحها معانا بالمنظر ده كده، علشان خاطر نبتدي نركب فيها القفل بتاعي. تمام. ادي اهو بحطها وبحط القفل بتاعي. خلاص هحطه ناحية اليمين. خلاص زي ما احنا شايفين كده، هحطه ناحية السلسلة اليمين، وهقفل طبعا الزرادية كويس جدا علشان القفل بتاعي ما يفكش من السلسلة. تمام. طيب وبعدين بقى الناحية التانية هعمل ايه؟ همسك بقى الواير بتاعي علشان ألضم فيه السلسلة اللي هتبقى نازلة. هستخدم فيها بقى دي دلوقتي الخرز بتاعي اللي هو مقاس 6، والدلايتين القمر دولت اللي هما فيهم شجرة، والدلاية طبعا هحطها في النص اللي هي فرع الفرع الشجر اللي معي. تمام. بصوا بقى انا هنا جبت مسمارين اللي هما المسمار اللي هو المفتوح. تمام. وهدخل فيه الخرز بتاعي ده علشان اركب الدلاية اللي هي اللي على شكل شجرة دي. بصوا المسمار اهو، ده المسمار المفتوح. بخلي بالي بمسكه كده، بمسكه من الحتة المفتوحة اللي تحت كده الدورية، وباخد الزرادية بتاعتي التانية وبتنيه على نفس الاتجاه بتاع اللي تحت. يعني هي متنية كده لقدام ملفوفة، فانا بتنيه لنفس الموضوع، وبقص كده الزيادة اللي فيه حوالي كده نص يعني سنتي او اقل من سنتي، حاجة بسيطة، وبعد كده نص ملي بالظبط. وبروح ايه وبروح تانياه. فبيبقى بصوا الشكل اهو، نفس الدايرة بنفس كل حاجة موجودة اهي، بنفس الموضوع، يعني ان هما في نفس الاتجاه علشان ما يقلبش مني يمين او شمال. بعمل التانية برضو اللي هي هتبقى الناحية التانية، ناحية يعني الناحيتين برضو، واحدة غامقة وواحدة فاتحة وواحدة غامقة تاني. تمام. وهوريكم برضو المسمار اللي هو المفتوح ده بنقفله ازاي. طبعا بفرد كده المسمار بايدي علشان يبقى كله مفرود، وبعد كده بتنيه بالزرادية بتاعتي. خلاص. وبعد كده باخد نص ملي او اللي هو يعني نص سنتي. تمام. وبروح تانياها كده هوت، وقفلاها كويس جدا علشان الخرز بتاعي ما يفكش. بصوا اهي واضحة معايا. طيب هعمل ايه؟ انا خدت كده الاتنين دولت، قلت دولت هنزلهم من السلسلة. هجيب بقى الزرد بتاعي علشان خاطر اركب فيه اللعبتين بتوعي. زي ما احنا شايفين كده هوت. همسك بقى الزرادية بتاعتي. تمام. وبرضو هركب بقى اللي هما المسمارين دولت في السلسلة بتاعتي. تمام. واحدة هتتركب زرادية كده صغيرة، دي هتتركب ناحية السلسلة اللي ما فيهاش قفل. بصوا انا بوسع الحاجة اهو عشان اوريكم. بدخل الاول الزرادية في السلسلة، وبعد كده همسك واحدة من المسمار ده، هروح مدخلاها وقافلة كويس الزرادية بتاعتي. طيب المسمار بقى اللي من الناحية التانية هتدخليه ازاي؟ الناحية التانية فيه قفل. هتشوفوا دلوقتي انا هدخله ازاي. هجيب له بقى الزراداية الكبيرة اللي هي القفل هيقفل فيها اصلا. تمام. وهفتحها كده، وهدخل واحدة في هدخل واحدة في المسمار بتاعي. تمام. وهدخل القفل فيها برضو، ودوت بقى اللي هي هنقفل ونفتح القفل من خلالها. تمام. هتبقى الجزء ده كده بتاع السلسلة اهو، زي ما احنا شايفين. بوريك اهو القفل اهو بيتفتح وبيتقفل. تمام. بنشيلها وبنحطها طبعا ثابتة، وانا متأكدة ان انا مقفلة شغلي كويس قوي. هجيب بقى الزرد اللي هو الصغير دوت اللي هو مقاس 4، وهركب فيه الدلاية. هركبها في المسمارين بتوعي اللي نازل منهم ال3 خرزات بتوعنا. تمام.
ادينا اهو مسكت دلايه واحده، واتاكد ان يعني ايه الشجره نفسها العدله بتاعتها معدوله كويس، ان الشجره باصه لتحت، لان هي السلسله هتبقى دي ملبوسه في الستر. تمام. واتاكد كده اللي هي اللي ناحيه اليمين باصه لتحت، واللي ناحيه الشمال نفسها. يا جماعه الحاجات الصغيره دي ممكن تتوه عليكي، بس لازم تخلي بالك منها، علشان حتى لما تيجي تخلصي ما تلاقيش نفسك ان انتي بتفكي شغلك تاني وبترجعي ان انتي تظبطي حاجات. لا، قطعة قطعة وحتة حتة وانتي شغلاها في شغل الاكسسوري بتاعنا ده، تخلي بالك منها جدا وتركزي جدا، يعني تفصلي نفسك عن الحاجة اللي حواليكي وانتي شغالة. ليه؟ علشان ما تغلطيش وتضطري ان انتي تفكي شغلك تاني وتعيدي تاني، لان ده بيبقى وقت، وبالذات لما يبقى حاجة كبيرة كده وافكار كتيرة كده انتي بتعمليها وجديدة، بتركزي فيها وبتاخد معاكي وقت كبير جدا. يعني انا وقت الفيديو ده اللي انا معاكم وانا شغاله الموديل ده معاكم، احب اقول لكم ان هو واخد وقت اكبر من كده بكتير غير وقت التصوير طبعا. لكن لا، انا في حاجات قصتها اللي هو ايه، بظبط مثلا مسمار بفتحه بقفله، الكلام دوت. فده بياخد وقت معانا، يعني بتلاقي نفسك مثلا الفيديو لو ساعه الا ربع ولا ساعه الا تلت، لا انتي واخده نص ساعه زياده. تمام. اديني اهو بقيس طبعا ان ده كده حوالي كام سنتي، فلقيت ان هي كده حوالي 5 سنتي، فيبقى كده معايا 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا. فهبقى انا عايزة بالظبط ايه، هبقى عايزة حوالي مثلا 15 سنتي او 20 سنتي بالكتير جدا، علشان السلسلة بتاعتي تبقى مظبوطة وتبقى حلوة. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الواير بتاعي وبفك اللي هو الخرز بتاعي اهوت، اللي هو مقاس 6. تمام. وهبتدي ان انا هلضمه في الواير، وهنشوف هنلضمه بانهي طريقة وانهي ترتيب. طبعا انا هبعد السلسلة بقى بتاعتي خالص اهي، بصوا هبعدها خالص ورا الشغل عشان اعرف ويبان لكم انا هعمل ايه بالشغل ده وما اتلخبطش، والدنيا هنلضمها ازاي. انا بقى هنا قطعت الواير حوالي 30 سنتي. تمام. وقفلت جزء منه كده بالستوبر وبكفر الستوبر، علشان ابتدي ان انا الضم بقى الخرز بتاعي. بصوا بقى، طبعا انا هوريكم بقى انا بعمل شغلي ازاي او بجيب الفكرة ازاي. بجيب كده الخرز بتاعي بحطه عند المتر بتاعي او عند المسطرة بتاعتك whatever، وببتدي ان انا هشوف بقى انا هدخل الخرز بتاعي انا عايزاه يدي شكل ازاي، يعني برسمه بالخرز. تمام. واوقات تانية بجيب ورقة وقلم، لو انا الموديل يعني مش في دماغي وانا قاعدة كده جه فكرة برسمها في الورقة والقلم، ان انا هحط خرز كذا وهعمل كذا وده صغير وده كبير وفواصل والكلام ده. ادينا اهو برتب الخرز زي ما هدخله بالظبط في الواير. انا عماله بقى ايه اشوف كده، لا طب ده ده كده احسن، ده احط 3 خرزات من هنا و3 من هنا، ظبطت الدنيا كده. طيب اهو هحط بقى الخرز الكبير. بصوا على السنتي علشان ابقى عارفه بالظبط انا هدخل كام سنتي. تمام. طبعا هو الخرز بيبقى بعيد عن بعضه، فبيبقى حوالي مثلا في ملي او 2 ملي مش محسوبين، ده انا ما بيفرقش معايا، بس اهم حاجه ان انا بظبط ايه الشكل بتاعي علشان يتظبط. اديني اهو هحط الفاصلين كده. تمام. وبكمل اهو الخرز بتاعي، هقول 3 خرزات من الناحيه دي و3 من الناحيه دي، وهنزل بقى ايه بال اللي هي ورقه الشجره بتاعتي، هنزل بيها كده في النص. خلاص انا كده مش محتاجه الباقي، هي كده حوالي 25 سنتي بالظبط او اقل شويه، فخلاص. طيب اهو انا هبتدي بقى ان انا هشيل المتر بتاعي وهمسك الواير اللي انا قفلت جزء منه بالستوبر وكفر الستوبر، وهبتدي ان انا الضم بقى بنفس الترتيب اللي انا عملته ده زي ما احنا شايفين كده. اهو باخد وبحط على طول بقى بلضم ورا بعضه. خلاص، ما انا الترتيب انا خلاص عملته وظبطته، فهبتدي الضمه ورا بعضه. وريتكم اهو ازاي ان احنا بنعمل الافكار، وان انتي بتشتغلي ازاي، مش شرط ان انتي تقعدي تحطي وتدخلي جوه الواير وبعد كده تفكي تاني، لا الطريقه دي برضو سهله جدا وحلوه قوي.
يا اما تمسكي ورقة وقلم وتقعدي ترسمي الموديل اللي انت هتعمليه، تمام، بالافكار بتاعته. بس بيبقى بالخرز برضو بيبقى حلو، ليه؟ لان انت بتبقي شايفه الماتيريالز قدامك والالوان قدامك والاحجام بتاعه الخرز قدامك اللي انت هتشتغلي فيها، فده مناسب او مش مناسب. تمام. اهو انا بلضم وهدخل اهوت الفاصل، المعدن اللي انا جايباه ده بجيبه بالجرام. تمام. هدخل اهو التلات خرزات مقاس 6. اللون ده يا جماعة، لون البيربل ده حلو جدا لان هو فاتح كده، وفيه زي تجزيعات كده بسيطة كده من البيربل الغامق، والمية طبعا اللي انا مشغلاه اللي انا مدخلاها معاه حلوة قوي. بصوا اديني دخلت الدالية، انا برضو حطيتها في زراداية كده مقاس 6 علشان اللعبة دي تقيلة، ما تقعش بسهولة او ما تتفكش يعني. وطبعا اهو بكمل لضم زي ما انتوا شايفين. ببتدي بقى اقفل الشغل بتاعي من الناحية التانية. قصيت اهو، بتني كده الخرز بتاعي علشان اقفل الستوبر بتاعي كويس، ويبقى الخرز بتاعي مرتاح كده رايح وجاي، الواير بتاعي ما يتقطعش. وانا بقفل هدخل اهو اللي هو الحلقة الصغنططة خالص جوه الستوبر زي ما اتعلمنا، وهعمل لكم سلسلة فيديوهات ازاي ان احنا نقفل الستوبر بتاعنا ونظبط التقفيل بتاعنا. تمام. هقفلها كده ونشوف بقى هنركب الباقي ازاي. اهوت قفلت اهو كفر الستوبر، اهو الستوبر حطيتها. بصوا المنظر تحفة جدا ورقيقة قوي وحلوة قوي. هبتدي بقى الم الخرز بتاعي كله علشان نشوف بقى احنا هنركبها ازاي وهيبقى الشكل ازاي. طبعا انا بعد ما هخلص خالص هسيب لكم الصورة بتاعت الموديل في اخر الفيديو، وهي برضو اللي هتبقى موجودة في اول اللي هو الكافر بتاع الفيديو بتاعنا. بصوا بقى انا فردت اهو السلسلة خلاص، دي سلسلة النضارة اللي هتبقى موجودة فوق، وادي السلسلة اللي نازل منها. همسك كده زرارتين اللي هم الصغيرين مقاس 4. انتوا عارفين ان انا بحب اقفل جدا بالزرد الصغير ده بالذات في حاجات رقيقة كده علشان ما يبانش ان انا عاملة فواصل او حاجة. تمام. هقفل اهو كده. تمام. وهقفل الزرداية بتاعتي. هتشوفوا بقى يا جماعة الشكل حلو جدا، ويا رب ان شاء الله يعجبكم. يعني انا الحقيقة عاجبني جدا الحقيقة. ويا رب برضو تقولولي هو كده ايه رأيكم في الفكرة دي، وفكرة حلوة وعملية ولا لأ. الحقيقة انا شايفاه ان هي فكرة حلوة وعملية، ان انا بدل ما البس سلسلة نضارة وسلسلة نيكلس لوحديها، لا انا ممكن ان انا هيبقوا الاتنين مع بعض وبنفس يعني في نفس الموضوع وفي نفس الاتجاه، هتبقى حلوة قوي. تمام. اهو زي ما احنا شايفين. بصوا الموضوع يا جماعة حلو قوي قوي يعني. بصوا ما اقولكوش لذيذ ازاي. وممكن كمان ان انا اعمل فكرة تانية جات لي دلوقتي وانا بسجل الصوت على الفيديو، ان انا بدل ما احط القفل يبقى في بداية السلسلة كده في الجزء ده، لا اعمله في بداية السلسلة من ورا خالص. ان انا لو حابة ان انا افكها خالص عشان البس السلسلة لوحديها، افكها من ورا خالص بعيد عن سلسلة النضارة دي. برضو هوريكم الفكرة دي هتبقى عاملة ازاي. طيب دلوقتي بقى المسامير المقطرة، فاكرينها اللي كانت معانا في اول الفيديو؟ انا حابة هستخدم كده 4 مسامير، في كل مسمار هحط خرزية كده صغيرة من خرز المية علشان احطها في السلسلة الصغيرة قوي ال3 سنتي ديت اللي في بداية سلسلة النضارة، علشان تدي شكل كده. قفلت اهو المسمار نص قفلة، وهمسك السلسلة كده هنزل منها الاتنين دولت علشان تدي شكل كده. بدل ما السلسلة تبقى سادة كده من فوق، انا مش حابة ان هي تبقى شكلها سادة كده، حابة ان انا احط فيها المسمار ده كده يبقى نازل يا اما بقى دلايات صغيرة. انا شفت ان هي تبقى خرزة هتبقى احسن من ان انا احط دلايات، هتبقى كانت تبقى اوفر قوي. تمام. هحط كده الاتنين الصغيرين دولت ونقفل كده بطريقة بسيطة زي ما احنا شايفين. بصوا سهل قوي.
انتي بتحطي يعني لو هو المسمار المقطر معاكي طويل اعملي زي ما انا بعمل كده، وبتروحي قصه الباقي ده يا جماعه ما بنرموهوش، الباقي ده انا بستخدمه تاني كانه بقى مسمار مفتوح في اي حاجه صغيره، عايزه مثلا خرزايه واحده صغيره في نهايه السلاسل والكلام ده مع القفل او حاجه، لان انا الانسيالات والكلام دوت والسلاسل حتى ما بحبش اخلي القفل يبقى مقفول كده من ورا عادي وبقيه السلسله مثلا بتاعه التطويل تبقى عاديه. لا انا بحب دايما انزل منها خرزايه او حاجه من اللي كانت في الشغل كده من ورا، بحس ان هي بتديها منظر وبتبقى اقيم كده وشكلها اشيك. خلصنا اهو بقى زي ما احنا شايفين، ولمت لكم كل حاجه حواليا. خلاص اهو ده كده هيبقى شكلها، بظبطها لكم تمام. وهسيب لكم الصورة بتاعتها في نهاية الفيديو علشان تقولوا لي ايه رأيكم فيها، ويا ريت تنزلوا تكتبوا في الكومنتات كده ايه رأيكم في فكرة النهاردة، وحلوة ولا لأ، وهتبقى عملية ولا لأ بالنسبة لكم. بصوا الشياكة، بصوا يعني ايه التفاصيل البسيطة الحلوة الرقيقة. تمام. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. كانت معاكم أمنية يحيى. طبعا ما ننساش ان احنا نعمل شير ولايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك معانا ويفعل زرار الجرس. ويكون فيديو النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.